مرة كده كنت بتكلم في فيديو عن شيخ عمر عبد الكافي، بستدل بحاجة يعني كان بيقولها. فلقيت حد كده غريب قوي طلع لي في الكومنت وبيقول لي ما ينفعش ان انتي تستدلي بشيخ زي ده شيخ مرفه وعايش حياته وربنا مديله المال والولد و... والفلوس. انا في لحظة كنت عايزة اقفل القناة بتاعتي واذكرها. والله العظيم انا خفت يخترقني من ورا الشاشة. انت عينك ايه؟ انت ليه بتاخد يعني ازاي يا جماعة انتوا بتاخدوا بالمظاهر؟ يعني اكيد هو مش لوحده كده، في ناس كتير زيه كده. ليه يا جماعة احنا بناخد بالمظاهر؟ ليه احنا ناس سطحيين قوي كده؟ ارضى باللي قسمه ليك ربنا هتكون اغنى الناس. ده مش كلام شعارات والله العظيم، ده بجد. اصلك هتعيش طول حياتك ناقم، هتفضل طول عمرك مفتقر. مش اصل ربنا مش هيدي حد حاجة هو ما يستاهلهاش. يعني مش هيدي حد حاجة هو باصص لغيره وبيعد النعم اللي ربنا بنعم على غيره وبيقول له اشمعنى انا يا رب؟ طب هل ده ينفع بالله عليك؟ ما ينفعش. دايما احمد ربنا على النعمة اللي بين ايديك عشان ما تزولش منك، ويجي لما يحصل لك السيناريو الأسوأ فتقول ياه كنت عايش ايام جميلة، فينها؟ يا ريتها ترجع. طب ما هي كانت في ايدك يا معلم، ما عملتش بيها ليه؟ ما كنتش مقدرها ليه؟ ما حمدتش ربنا عليها ليه؟ كل ده عايزه اقول لك حاجه، لازم تعرف كويس قوي ان كل شخص وكل انسان في الدنيا دي كلها اتخلق عنده هموم ومشاكله اللي انت اصلا مش هتقدر تتحملها. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد بهمه ان هو يقدر يتحمله على قد طاقته. ربنا سبحانه وتعالى مش هيديك فوق طاقتك، زي ما انت متحمل هيديك، وربنا بيختبر جنوده. فيا بخت اللي يرضى ويقول الحمد لله يا رب عشان يزيده، مش يبقى ناقم على نعمة ربنا. دي حاجة. السيناريو اللي ظاهر ليك قدامك ده مش زي ما انت متخيله، انت شايفه بنظرة سطحية. الشخص ده ممكن يكون مبتلي في ماله، مبتلي في ولده، مبتلي في ان مفيش حد معاه، انه لوحده. اقول لك حاجة هتقول لي لا ده عنده كل حاجة. هقول لك حاجة، ممكن يكون مبتلي بان ربنا مديله الصحة والمال والولد ومديله كل حاجة، ويشوفوا هيصرفهم في ايه. ما هو ده ابتلاء على فكرة. ما انت ممكن ما ترشدش المال اللي معاك وتصرفه في حاجات تافهة وببذخ، وتصرف هنا وتبعزق هنا وما يهمكش، وهتتحاسب في الاخر. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فما يغركش النعم اللي عنده، يمكن دي تكون سبب الاختبار بتاعه اللي هتدخله النار او هتدخله الجنة. انت قد ده، يمكن لما يكون معاك المال تتجبر ويكون سبب اذاك وسبب دخولك النار، انت ما تعرفش. فاحمد ربنا دايما على اللي موجود عندك. واعرف في مثل صغير كده بيقولك ايه، اللي تمامه فلوس رخيص مهما كان تمنه. بس مش هقولك اكتر من كده. فمش كل حاجة بالفلوس، اللي بتقدر تشتريه وتبيعه بالفلوس وكده رخيص، انما الصحة مش بالفلوس، حب الناس مش بالفلوس، فدي حاجة غالية، حاجة غالية روحية ما تتقدرش بمال الدنيا كله. فاعرف وحاول تفرق واحمد ربنا على كل حاجة عندك بدل ما تزول منك وتقول يا ريتني. وصدقني طول ما انت بتتمنى الخير لغيرك ربنا والله العظيم ربنا هيرزقك اضعاف مضاعفة. طول ما انت بتتمنى الخير لغيرك، انما انت راشق عينك في حياة غيرك ومدخل مناخيرك في حياة غيرك، والله ما يرضي ربنا، والله انه حرام. لو انت ركزت على نفسك وعلى حياتك وعلى مستقبلك والله العظيم هتنجح. اعتبر الناس دي مش موجودة في حياتك خالص خالص، وركز على نفسك. شوف أهدافك، شوف حياتك. إن شاء الله حتى لو هدفك إنك تتعبد بس لربنا، إنك تدعي ربنا، كفاية. ما بلاش تلهيك الفلوس والدنيا والناس وازاي اجري هنا واروح هنا واشتغل هنا عشان اجمع فلوس، وكل دي تلاهي، اقسم بالله كل دي تلاهي. احمد ربنا على كل حاجة، وكل ما تحصل لك حاجة قول ايه؟ قول ايه زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت؟ لعله خير. اكيد ربنا رايد لك الخير، انت ما تعرفوش دلوقتي بس الحكمة ربنا هتعرفه بعدين. فتعمل ايه شطور؟ ترضى وتقول الحمد لله، الحمد لله بس. سلام عليكم.